والسلام عليكم شباب بنات، اليوم وياكم العالمي قلبا وقالبا يا شباب. طبعا تعرفون ملك التشاريب، يعني لا إرادية. طبعا الكل متعود على أحمد العالمي، تشاريب تشاريب تشاريب. طبعا اليوم جايبكم أكلة بين البامية العراقية والبامية الديرية السورية. طبعا دير الزور بسوريا يعشقون هاي الأكلة، أشهر أكلة هي عندهم هي البامية. هاي بامية يعني شيء ضيم بالعراق وبكل مكان أصلا. اللي ما يحب البامية بابا انت ليش عايش؟ خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش. قبل ما نبلش يا شباب خلي نصلي على الحبيب محمد وآل محمد، ننور الصفحة بأكملها بالصلاة على الحبيب. طبعا اليوم جايبكم الظهر مع الحولي وطرف مع الغنم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم نبلش. قبل ما نبلش شقونا بلايك أصحاب اليوتيوب والتيك توك والفيسبوك، وأريدكم كلكم تنورون الصفحة باللايكات. يلا. طبعا تعرفون أحمد العالمي دائما بالبامية لازم يجيب له، اللهم صل على سيدنا. وتعرفون دائما لازم شو يسوي؟ ندهن الحنجرة. جبت لكم شدة فلفل خضراء. قبل ما تبلش لازم يعني تدهنها. يا ما شاء الله. طبعا هاي دير الزور بسوريا روحهم طيبة على الأكل، ولهجتهم ترى لهجتهم عراقية. هم جيران، جيران لا تروح بعيد. ما شاء الله تبارك الرحمن. والله اللي ما ياكل البامي عمره خسارة. جيب لك هذا الشحم، ترى والله العظيم هذا صحي صحي، هذا صحي. لا تقولوا لي هذا يضر ويسوي كوليسترول ما ادري شنو هاي السوالف. بسم الله. تعال جاي يعني. ماكو اطيب من الثريد بالشتاء. تثرد تثرد ثرد ثرد ثرد. شوفها شحمة. اي تشريب إن كان، والله العظيم هذاك اليوم سويت تشريب عدس. خوش جبت له فقاد مال الدجاج معه. وكانت الدنيا عندنا ثلج، بس العدس صار شنو؟ صار زليمية هبيط. بقد ما طيب بالبرد اي تشريب تسوي، اي ثريد تسوي. والله هذا اذا مو ويا التشريب ابد ما تحس له اي طعمه. شوف هاي دائما الشحمة واللحمة يكون بيها طعم مختلف عن اللحم.
اي واحد يعشق الباميه اضربوه بتاك بس، وما يحب الباميه همين اضربوه بتاك. تمام، خليه يجي ويشوف، خلي اشوف يحب الباميه ولا ما يحبها. والله ما اعرف اقول لكم، ما اريد اوسخها ايدي الثانيه. يعني دائما يجيب لحم جيب معاها شحمه ولحم، خليه مختلط. اوه نهاية. شوف صار اللحم، حتى لا تقولون يعني ما مستوي وما ادري ايش، هذا خليه يستوي على الكيف. اذا ما تذوب بالحلق ما ترهم البامية، لازم تذوب بالحلق. وهاي الشحمة تقص لك منها وصلة. تمام، هيك تخليها وين فوق اللحم، ترجع الشحمة هين. ذاك اليوم واحد كاتب لي ليش ما تاكل الثريد بالكفوف؟ حبيبي ايش بيك انت؟ وهذا الفلفل اللي يحلي البامية وتشرب البامية والله. اوف تعبت، جوعان. يا ربي لك الحمد، جوعان، فواحد من ياكل يتعب. يعني والله البامية عشق لا ينتهي. أنا بصراحة بين كل شهر وشهرين، يعني أكثر شيء أنا آكل بامية بالبيت العادي، بس بالتصوير كل بين شهر ونص شهرين نجدد لنا مقطع بامية لازم يعني. لأن كثير ناس يقولون أحمد أنت أكلتك المفضلة البامية، وأنا أقول صح، أنا أكثر أكلة أحبها هي البامية. البامية من البامية ما ينبزع منها أبد ما ينبزع منها أبد. حكمة تعطيني الصحن، اعطيني الصحن مالتك حبيبي. فرغ هذا. حكمة تجهز الصحن مالته. تمام، هذا الصحن مع حكمة صغيرون قبل ما تبرد. خش هاي تعرفون حكمة المصور، فلازم نداري. تعرفون شلون؟ والله هي تستاهل حكمة، والله يستاهل. شوف وين اكو واحد يداري مصور مالته هيك؟ بالله عليكم، بالله عليكم، تعال عيني شوف شلون صار صحن. اللي يخبل. لا اكو ناس تقول لي شيل حكمة بصفحة وانت خلص الصحن. حبيبي مو تحدي،
هاك حقكم. بلش بابا، بلش قبل ما تبرد. اكو ناس يسألون عن الحكمة، والله الحكمة حاليا شوية مشغول. حكمة مشغول حاليا. وانت تعبان وتاكل تمام، تضرب لك قلاص شنينة ورا هاي لبن، تلف راسك وتنام. تقعد مع جماعتي بيوم واحد ياكل بكاء يدمر لك الصينية، ورا ما يظل يعني شوية ويشوف جماعته بعد ما قاموا، فيقول كان خير وكان شر كافي. فاحنا همينا الكان خير والكان شر كافي. ان شاء الله يكون عجبكم المقطع، واهم شيء لا تنسونا باللايك والاشتراك تفعيل زر الجرس. اموت عليكم كلكم اينما كنتم، قسما بالله متابعيني وتاج على الراس خليكم. اذا عجبكم المقطع لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وربي يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية. تحياتي من صميم قلب احمد العالمي لكم. باي باي.